السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع حضراتكم الكتيبة المجهولة. طبعا يا جماعة أغلب الناس بتدخل سكوادات، وأنا النهاردة قررت إن أنا أنزل لوحدي سولو. مفيش حد يغطيني، مفيش حد يسعفني، حتى الكفر بيهرب مني. ده مش جيم، ده فيلم أكشن من بطولة واحد ضد العالم. يا لهوي، انت هاك يا اسطى ولا ده بنج يا اسطى؟ في ايه؟ مش عايز اقلق هنا. في ناس كتيرة بتحب تلعب سولو سكواد لأن بيكون التحدي أكبر وفي عرض للمهارات وبيكون التعلم أفضل، لأن السولو بيختبر مهاراتك في التصويب والحركة والتكتيك، ولازم تكون أذكى وأسرع لأنك بتواجه أكتر من كذا شخص في نفس الوقت، فبتتعلم تتصرف تحت ضغط، وده بيخليك تتحسن بسرعة كلاعب. فلازم تختار معاركك بحكمة وتعرف إمتى تهجم وإمتى تهرب. إيه ده أنت طلعت منين؟ ما بيبيك أهو، أمال في إيه مش راضي تبيك ليه؟ يا مجاهد يا حرامي، تعالى يالا. يا ابن اللعيبه يا فاجر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هدفك في السول سكواد مش انك دايما تفوز، لكن ايه اللي بيحصل؟ تطور التصويب، تحسن رد الفعل، تتعلم امتى تتقدم وامتى تنسحب. انزل في مكان فيه ناس بس مش وسط الزحمه، ما تبوشش وانت لسه مش جاهز، وخليك مركز على اللوت السريع والذكي. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. اهم شيء ركز على الخوذه والدرع، ويفضل ليفل 2 أو 3. العب بتكتيك مش طيش، ما تقربش على السكواد وانت مكشوف، خليك على الاطراف وحاول تعمل فلانك. يا سلام رزق. حاول في اول دقيقتين 3 يكون اسلحتك مداها قريب عشان المواجهات القريبة. يا سلام على الرزق. لازم يكون عندك سرعة ردة فعل، وإيمك مظبوط، وتفكيرك يكون استراتيجي، ويكون تحكمك في الحركة ممتاز، وخصوصا في اللعب القريب. ولازم يكون استخدامك للموارد ذكي، وخصوصا القنابل والدروع. انت خنزير على الدواء خنزير. يا الله خير ان شاء الله. حاول تمسك طرف زون مش نص الدايرة،
لان الناس في السكوادات بيتصرفوا كجماعة، لكن انت لوحدك فلازم تكون اذكى واسرع واهدى. انا الحصان الاصيل مش اي حيوان، رجلي على الارض وراسي في السما كمان، قلبي قوي والكل مني جبان، لو دخلت السباق الكل خسران، في الميدان بواجه سكوادات لوحدي واقف وما بلعبش اشتغالات، انا الجامد فيهم صاحب النبض وكل طلع عليا فيها نفس غضب. يا لهوي على البنك. متواجهش السكواد مرة واحدة، ارصد مكانهم، قسمهم، ده اخطر وقت للسولو سكواد، كل ما بتقرب على الزون الاخير كل الناس مركزة جدا وكل طلقة محسوبة، خليك دايما في مكان مغلق وما تضربش غير لو ضمنت الكلاية، راقب واضرب بذكاء. كان شايل النيت بيجهز الضربة بس ما حسبش ان في واحد سابق اللعبة ضربتي جت قبله ده كان بيحلم رجعته للوبي من غير ما يسلم ولا حد واخد باله مني. انا وراهم لحد ما ادخلهم الغشه. لو شفت سكواد كامل حاول تكشف مكانهم واحد واحد، اشتبك من بعيد او من زاوية صعبة عليهم، ما تخشش عليهم بشكل مباشر الا اذا كنت متأكد انك هتوقع واحد منهم. انت وقفت هنا ليه؟ امشي 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 احسن لك. يلا بالسلامة، مع السلامة يا صاحبي، لا ضرر ولا ضرار. دايما اتحرك ما تقعدش مكانك. ولو وقعت حد من العدو غير مكانك فورا، غالبا باقي السكواد هيهجم على المكان اللي انت ضربت منه.别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼，我送他奉茶去，他眼光不瞎饼，直接给我4个就算大。ما بيضربش ما بيضربش، اضرب يا عم اضرب.
Your courage inspires us all. Autobots, roll out! يا زميلي رايح فين كده يا زميلي؟ معايا اتفاق ليك يا اسطى. انت معاك سلاح؟ لو معاك سلاح نزله قدامي. شكلك ما معاكش سلاح. مش انت اللي قتلتني فوق يا اسطى؟ انت اللي قتلتني فوق لسه دلوقتي؟ طب لو انت يعني انت ازاي نازل من غير سلاح؟ انت راح تجيب سلاح؟ هرجع له. ارجع ارجع. فين صحابك؟ طب كلمني يا اسطى، كلمني ولا هسيبك تمشي يا اسطى. طب تعال تعال طالما انت مش عايز تسمع الكلام. طب خد كمان. يلا يا اسطى فين صحابك؟ ماشي. حد نكشني. بتنكشني ليه يا زميلي؟ اطلع بره. انت بتقفل الباب؟ اطلع لي بره هنا اكلمك. وكلمة رجولة يا عم همشيك، مش هعمل لك حاجة. اطلع لي بره. اطلع لي اقف قدامي هنا. تعال تعال اقف قدامي هنا. مش هكلمك. تعال تعال يا اسطى. يا اسطى انت خايف مني ليه؟ مش هعمل لك حاجة، بقول لك كلام رجالة. يعني انت عايز تسرقه مني؟ مش هسيبك، مش هحلك. مش هتطلع لي يا صاحبي؟ اسمع الكلام. هسيبك تمشي يا صاحبي. اطلع لي. خلاص انت حر. وادي الموتوسيكل، مفيش حاجة هتتحرك بيها هنا. يلا يا عم اطلع لي بره بقى. مش هتطلع؟ تعالى لي بقى يا معلم. كنت هسيبك تمشي. اطلع يا ايه يا ابو حميد، ما قلنا من الاول وما سمعتش الكلام. استنى يا زميلي هقول لك حاجة يا صاحبي. اوعى التخميس. شفت الدريفت يا اسطى؟ يلا. يعني مش هنكسب جيم سولو بقى ولا ايه؟ ان شاء الله لازم اكسب. انتظرونا. شكرا لكم لحسن استماعكم.